موضوع دار ضجة كبيرة. للأسف الشديد المستهدفين كانوا الصغيرة اللي في سن المراهقة، اللي المفروض البلاد تعب عليهم، المفروض البلاد هي اللي تلقاهم. هادو شباب المستقبل، شباب المستقبل يكون بالشكل هو. هنا في مشكلة كبيرة لازم نتكلموا عليها. احنا يعني أنا بصراحة قاعد نشوف والله هو في مساعي انها تصير توعية دينية، توعية تثقيفية للصغار. احنا طبعا صغيرتنا توا قاعدين يشد لك تليفون، يقعد بث مباشر بالخمسة ساعات بالستة ساعات، حتى صليم ينوضش يصلي في سبيل انه يلقط اكبر عدد ممكن من الفلوس. لان قالوا لي ان التيك توك بالذات هو فيه فلوس، لما يخش بث مباشر يقعد فلوس. ما فيش حتى واحد فيهم قال خلينا نمشي نصلي، خلينا نمشي نتوضا، خلينا نمشي ندير. يقعد بالستة ساعات بالسبع ساعات وهو قدام التليفون ويهدرز ويقول في حاجات ما انزل الله بها من سلطان. ولما جيت كلمه يقول لك حريه شخصيه. حريه شخصيه؟ كيف حريه شخصيه؟ ما فهمتش. باي انت قاعد تقول في حاجات غريبه. عندنا صغيره نخافوا عليهم للاسف الشديد. تو ما تقدرش تقول لي ولدك ما نقدرش ناخذ لك تليفون، ما تقدرش تقول هذا. انت بروحك يوجعك عيلك، تلقى اصحابه كلهم عندهم تليفونات وهو ما عندهاش، يوجعك. وكانت لقط له تبدا الرقابه من الاهالي. يعني انت ولدك لما تشبه ما يصليش، علاش ما تصليش؟ المشكله كبار، يعني يعتبروا خلاص وصلوا لمرحله خلاص لازم اننا نشوف اخرها ما يصليش، خيره ما يديرش. يعني أنا بالنسبه لوجهه نظري أنا نقول ان الاهل ليهم دور كبير، الاهل ليهم دور كبير في توعيه الصغيره اللي نشبح فيه واللي نعرفه ان الاهل ليهم دور كبير. لكن احنا لما يجيك ولدك عنده فلوس ومش واخد لا منك انت ولا من امك ولا من امه، به منين جابهم؟ انا لازم نساله منين جوك الفلوس؟ علاش ما تصليش؟ علاش ما درتش صلاة الجمعة يا سيدي؟ لكن احنا للأسف الشديد تلقى حتى هو البو ما يصليش. فعندها مش غريبة، يعني عادي الولد مرات ما يصليش هاوله. لكن ولدك في يعني شنو موقفك لما يشدوا ولدك خاش للمسيحية؟ لا دينك ولا دين بوك ولا دين جدك ولا دين أمك، ولا ما فيش ولا واحد من عيلتك وسلالة عيلتك ديانته مسيحية. ولدك يطلع لك هيك. علاش؟ لأنك أنت مش مهتم، لانك انت مش عاطي قيمه لولدك ومش مدير له اي حاجه وما تسالش عليه وما تنشدش عليه. المدرسه اللي يقرا فيها لازم نعرف توجهها. احنا يعني قال لك مدارس هم السبب. في مدارس متحررين جو منيح قاعدين انجليزي امريكي مش عارف شنو، وهم يزرعوا لهم في حاجات في راسهم ما انزل الله بها من سلطان، لهدف واحد بس، هو تحطيم شبابنا اللي المفروض يكونوا شباب. يعني هم رجال المستقبل في بلادنا. يعني هذا مستقبل بلادك. انت شاد عيل زي هوا مثلا، يعني ما يورقولاش، ما يعرفوش، يلقى روحه خاش في متاهات تانية.